السلام عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. جبت لكم النهاردة السمسمية القشطة عشان خاطر مولد أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. اتعملت بإجراءات احترازية. ويا جماعة الموضوع عامل ازاي؟ بسم الله. بص القطمة بتاعتها عاملة ازاي، ولا الخرفشة بتاعت السمسم، ولا الهشاشان. وان شاء الله الوصفة تعجب حضراتكم، بس اهم حاجة نمشي ورا الفيديو للاخر عشان في تريكات وفي اسرار. ونبدأ وصفتنا على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله، كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وطالما سمعنا اسم النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه عشان المولد النبوي الشريف. وهنعمل مع بعض النهارده السمسمية بطريقة سهلة. يلا بينا. المقادير اللي معانا النهارده على بركة الله: 3 كوبايات سمسم لازم يكون متحمص وشكله قمر كده. معايا كوباية سكر، كوباية الا ربع مية، 4 معالق كبار عسل كلوكوز وده موجود عند العطار. معايا فانيليا، معايا نص ليمونة. ونبدأ وصفتنا على بركة الله. هننزل بالمية بتاعتنا يا حضرات، وبعد كده السكر اهو. موضوع سهل وبسيط جدا. وهنرفع الكلام ده كله على النار. بسم الله. حبيبي يا رسول الله صلى بالراحة اهو. بص يا حضرات، لازم نحرك الموضوع كده معانا، والموضوع سهل جدا جدا. واول ما يوصل معانا للمرحله دي بنحط نقطتين اسانس فانيليا بساط جدا جدا. وبعد كده بننزل ب4 معالق عسل كلوكوز اهو 4 معالق عسل كلوكوز كبار. وده اهم شيء لنجاح حلاوه المولد او الفوليه او الحمصيه او السمسميه. طبعا انا نزلت بمعلقتين كبار قوي، دولت بيعادلوا 4 معالق. وبنستمر برضو في التقليب اهو. المرحلة دي مش هننسى نص عصير ليمون اهو. وهنسيبه على نار هادية لمدة 7 دقايق. وهنعمل الاختبار بتاعه مع بعض. وعسل الجلوكوز ده هنلاقيه عند محلات العطارة وده موجود. وان شاء الله الوصفة هتعجب حضراتكم. ندهنها زيت كويس قوي قوي كده اهو. والمردانة بتاعتنا برضو لازم تدهن زيت. اي حاجة هنشتغل بيها السمسمية بتاعتنا لازم تدهن زيت عشان ما تلزقش مننا. وانا مش هننزلها ولا على صاج ولا بايركس ولا لا، هننزلها على الرخام على طول وهنشوفها مع بعض. حضراتكم شايفين اول ما نوصل للمرحله دي عايزين اختبار. جبنا ميه ساقعه متلجه وهنحط فيها شويه من السكر اللي احنا كرملناه ده. وبعد كده بنبتدي نشوفه عمل ايه معانا اهو. بنحركه شمال ويمين. طالما شد معانا كده ورخى يبقى لسه عايز له دقيقتين تاني. غار تاني اهو. خدنا شويه بالمعلقه نزلناهم في قلب شويه ميه ساقعه. هنسيبهم لمده نص دقيقه اهو. بعد كده هننزل نشوف الموضوع عمل ايه تحت اهو. طلع معانا، اتمسكت معانا شويه اهو. ده كده برضو العرق ايه اهو. كده العرق هيبتدي يعني خلاص. بعد دقيقتين بالظبط هننزله. اول ما يبقى معانا العرق كده اهو زي ما حضرتك شايفه يا ست الكل اهو، هنبتدي ننزله من على النار اهو. بعد كده هننزل بالسمسم بتاعنا اهو. بسم الله. حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مولد اشرف الخلق واحنا بنحتفل بقى ايه بحلاوه المولد وبالقمر ده كله. هنستمر في التقليب ونحاول نقلب بالراحه كده واحنا شغالين. وخلي بالكم الطاسه دي سخنه جدا جدا جدا. ولازم نقلب عشان العسل يخش في السمسم في كل مكان اهو. شايفين السمسميه لمت معانا اهو وشربت عسلها كله اهو. الطاسه بتاعتي بقت نضيفه 100%. بس بننزلها زي ما حضراتكم شايفين اهو. بسم الله. حبيبي يا رسول الله. والله العظيم يا جماعه الموضوع بسم الله. بصوا الرخامه عامله ازاي. بل يكون احنا فردينها على ورق حراري. بسم الله ما شاء الله اهو. نعمل بقى السمك اللي احنا عايزينه في السمسميه. اي سمك احنا عايزينه. بس خلي بالكم يا جماعه الزيت اللي انا حطيته ده زيت ذره. لازم يكون زيت ذره او زيت عباد الشمس. ما ينفعش زيت زيتون او زيت آلية او اي زيت تاني اهو. بنجمع الحروف زي ما حضراتكم شايفين عشان لما نيجي نقسم تبقى الموضوع معانا جميل وسهل وهش جدا اهو. نبتدي نسوي الحروف اهو. لو لزقت هنا في حته اهو. كل حاجه بعمله على الهوا قدامكم عشان خاطر شيف منصور ما بيخبيش حاجه على الناس بتوعه حبايبه ابدا. عايزين نقطع بقى. هنسوي الحروف كده اهو. هنقطع بقى السمك اللي احنا عايزينه اهو.
كل ده واحنا بنجري في المطبخ. ما سيبهاش واروح اعمل تليفون ولا سيبها اروح ماليش دعوه. كله لازم يبقى سريع سريع كده اهو. بصوا الجمال، كل ما تبرد كل ما هتشد. الحجم اللي انت عايزاه قطعيه يا ست الكل. ادي الحجم ده قمر اهو، انا حابب الحجم ده قوي اهو. بصوا الجمال عامل ازاي اهو اهو اهو. شغل فاخر من الاخر. بصوا الجمال، بصوا 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 الله، ساسو جامده. حضرات كانت نهاية وصفة السمسمية حاجة بسم الله ما شاء الله. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناة استسمحوا يشترك، ونعمل لايك للفيديو ونشيره عشان يوصل أكبر عدد. وحبوا بعض في الله، تعيشوا سعداء مدى الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.